السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونوافيكم بأهم الأخبار السياسية لحزب التحالف الوطني المصري، حيث تناول توصيات الحبس الاحتياطي من الرئيس السيسي للحكومة، حيث أبدى رأيه إحالة توصيات الحبس الاحتياطي من الرئيس السيسي للحكومة هو تأكيد عملي على متابعته للحوار الوطني والتعامل بجدية مع كل المخرجات التي يتوصل إليها. وأيضا تناول حزب حماة الوطن رأيه بقوله القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة وضمان تحقيق حقوق الإنسان، ويعد خطوة حاسمة نحو إصلاحات جذرية في النظام القضائي. ومن ضمن هذه الآراء حزب مصر أكتوبر تعتبر الخطوة تمثل دليلاً قاطعاً على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية. ودمتم سالمين، سوف نوفيكم بكل ما هو جديد على الساحة السياسية للأحزاب المصرية، وانتظرونا في كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.